السلام عليكم. اليوم غنحضر معكم واحد جوج شكيلات من حلوة اللوز، يعني بالعقدات اللوز. شكيلات زوينين في المنظر. الاولى على شكل ورده والثانيه الشهده، ولكن درتها انا ماشي كما كيديروا دائما بداك اللون الابيض. المهم انا درتها بالكاكاو يعني في العجين، عطات واحد المنظر شويه مختلف، وزينتها باللوز كونكاسي. نتمنى يعجبكم هاد الشكيلات، تابعوا معايا المراحل وحتى يعني النصائح باش ننجح معكم حلويات اللوز اللي بزاف اما كدير لهم تنفخ الحلوه او كيتغير الشكل ديالها. يعني النصائح في الفيديو كيفاش باش تجينا بشكل يعني مزيان وتجينا ناجحه. بسم الله. بالنسبه للعجين ديالنا، عندي هنا 500 غرام دقيق مع واحد 125 غرام الزبده تقريبا. لا كونتيتي نتاع الكميه نتاع الدقيق الربع ديالها اللي كنستعمل الزبده. واحد طبع الملح غادي نديرو مع الدقيق ضروري. وعندي هنا واحد اما كاس ما زهر او الماء نديرو معاه روح الزهر. انا كندير باش يعطيني واحد النكهه شويه تكون دايره، ولا كان شي كاليتي زوينه شي نوعيه زوينه من ماء الزهر نستعملو غير ماء زهر. وعندي واحد المعلقه نتاع السكر كلاصي بودره. بالنسبه انا السكر كلاصي بعض المرات في الحلويات اللي كنعسل شحال مره كنستغنى عليه، على هاد المعلقه كاع نتاع سميتو سكر كلاصي بعض المرات كنستعملها. يعني غادي نضيفها بالطبع الدقيق ديالي راه مغربل، وعادي هاد الزبده غادي ندخلها في هذاك الدقيق ديالي ونجمع ماء زهر. الزبده تكون بحراره المطبخ، ما نديروهاش قاصحه، خاصها ضروري تجبد قبل باش نبزسو بها هذيك الدقيق ديالنا. نحاولوا ندخلوه فيها كاملو. من بعد ما دخلنا الزبده ديالنا في هذاك الدقيق، دروكا غادي نجمع ماء زهر. العجين ديالي خصو يكون ما نجريوش وما يكونش تاني قاصح، يكون عادي ولكن ما يكونش جاري، لانه باش ما كان جاري باش ما كنتعذبوا ما غاديش دير لينا العجينه ديال ما تصدقش لينا. نحاول نجمعها ونوضعها في واحد الكيس بلاستيكي ترتاح واحد شويه عاد نخدم بها. هنا عندي العقده نتاع اللوز، راه ديجا يعني حضرتها معكم وغادي نعاود نذكر بالمقادير وكيفاش درت لها. عندي 500 غرام تاع اللوز اللي كان نخلي الماء حتى كيغلي، كنحطو فيه واحد 5 دقائق، من بعد كنحيدو كنديرو في بلاستيكه، كنبدا نحيد ليه داك القشره ديالو، كنخليه ينشف تقريبا واحد الليله كامله الى كان الوقت. وكنطحنو مع نصف الكميه ديالو نتاع السكر حبيبات سنيده. تقريبا واحد 250 غرام تاع السكر حبيبات نتاع سنيده. كنطحنو الطحنه الاولى، عاد عاوتاني كنخلط معاه سنيده ونطحنو الطحنه الثانيه. من بعد كنضيف عليه واحد 50 غرام تاع الزبده، او تقريبا واحد 2 معالق كبار، يكونوا هكا مذوبين، ولا نخليهم بحراره المطبخ واحد يعني واحد 50 غرام تقريبا، بين 50 و 40 غرام. وواحد شويه تاع قريصه نتاع مسكه الحره اللي كنضيفوها معاه، وكندلكو مزيان ونديرو معاه ماء زهر باش نجمعو ندلكو مزيان حتى نحصلوا على العجينه نتاع العقدات اللوز، وكنكورها باش نسهلوا علينا العمليه. هنا خديت العجينه ديالي سرحتها مزيان وطبعتها بهذا السيركل هكا دوائر. غناخذ دابا العقده ديالي غادي نوضعها يعني في هذاك الوسط نتاع هذيك العجينه، وخص العجينه تكون رقيقه بزاف بزاف، اما تدلكوها مزيان بالمدلك او ديروها في آلة الطراق. المهم نحيدو هاد الزوائد كما كتشوفوا كنبدا كندير كنحيدو الزوائد اللي كنديروها في آلة الطراق او ندوزوها في المدلك غير بيدينا مزيان. غادي نبدا نصنع كويرات بهذاك العجين اللي عندي.
انا خديت واحد جزء من العجين اللي عندي ودرت ليه ملون غذائي اخضر. نحاولوا ندخلوا هذاك الملون، يعني نعطيوه الخاطر حتى ينسجم لينا مع العجينه، نبقاو كندخلوا فيه. غادي ندير منه هاد الوريقات هكا بهذا الطبع، ونستمر حتى نكمل الوريقات ديالي. خديت عجينه حتى هي نفس العجين ولونته بالاحمر، ودرت بهاد طبيعي خديت واحد كبير واحد صغير ودرت جوج وريضات، يعني كنوضع تناخد الصغيره نديرها فوق الكبيره، كناخد هنا واحد الكره من الكرات ديالي نضع عليها واحد التقيبه هنا. غادي ناخد هذيك الوريقه ناخد وحده هكا تقريبا واحد 3 الوريقات، نحط 4 هكا نستفوهم فوق الكره، نضغطو هنا من الوسط. ممكن ديروا بياض البيض باش تلصقوا، انا في الصراحه ما استعملتوش يعني تفاديا باش ما تقلعش لكم. كنوضع نحاول نثبتها هكا، كناخد النقاش ديالنا كنضغط باش نصاوب واحد الوريضه، يعني شكل بسيط ولكن المنظر ديالو جميل. بالنسبه لهذا النوع الحلويات كيبغي شويه الخطر باش نديروه. نشوف وبالطبع الحلويات من تنسلوهم ضروري ما ينشفوا لينا، نخليهم ليله كامله، عاد من بعد ندهنوهم بالزبده وندخلوهم يطيبوا في فران بارد. بالنسبه للشكل الثاني هو شكل تاع الشهده او الطابع الشهده. كما كتشوفوا كناخذ العجينه وضفت لها الكاكاو، يعني درت لها واحد الاضافه الكاكاو وكنلبسها للعقده ديالي. قطعت هذيك العجين ديالي سرحته كما تنقول لكم رقيق، و نقطعو بهاد القطعه، ومن بعد ضغط عليها شويه صافي. هذا هو الشكل ديالها. غنكمل الاشكال الاخرين. الحلوه ديالنا من بعد ما بات ليله كامله ويعني نشفات لينا مزيان، كناخذ دابا واحد شويه الزبده هكا مذوبه وكنبدا ندهن بها الحليوات ديالنا. كما كتشوفوا راه نشفوا مزيان. غادي ندخلهم على واحد الفران بارد الكعب لا هكا الحلوات اللوز فران بارد، ونقصوا عليها حدو نخليوها طيب على خاطرها، ومن بعد عادي نعسلوها. بالنسبه للتعسيله كاين اللي كيدهن بالناباج، انا ما كنفضلش الناباج نهائيا، وحتى بالنسبه حتى ما كتصبرش، يعني دغيا داك اللمعان ديالو تيدير وتتولي ديك الحلوه يابسه من الداخل. باغ كونطخ العسل كيخليها شاده مزيان ووقت طويل، وتتبقى ديما ديك الحلوه ديالنا معلكه وديك العقده ديالها وتتبقى بنينه وطريه ماشي بحال سميتو. صافي يعني دابا غادي ندخلها كما قلت لكم فران نقصوا على حدو يكون بارد ونخليوها طيب. الحلوه ديالي من بعد ما يعني ساليتها صابت وداكشي كنحطها في العسل. انا صورت هذا التعسال ديجا صورته معكم في حلوانيت اللوز، حيت كيجينا التساؤل بزاف من بعض الاخوات كتقول كيفاش كديري العسل، واش ما كيغيرش ليها اللون ديالها، يعني بغيت تغير اللون.
العسل ما كيغيرش لها اللون ديالها نهائيا، كيبقى لونها ناصح وبيض. كنسقطروه ما كيعطي حتى شي لون مغير، ماشي زعما الناباج يعني تيقول لك لا حسان على ود اللون حتى العسل. وبالعكس طراوه العسل كتكون حسن، يعني بالنسبه للحلوه كتبقى دائما معلكه ولامعه، احسن من الناباج اللي واحد المده دغيا قصيره كما كيبان لكم. ملي كتاخذوا شي حلوه هكا بالناباج دغيا دغيا تفقد اللون. الشكل النهائي الحليوات ديالنا هما هادو تاع اللوز. كما لاحظتوا راه كيبقى اللمعان بالعسل وما كيتغيرش اللون، او يعني كيعطي شي لون خايب. يعني الناس اللي كيحبدوا الفكره نتاع العسل وما كيبغيوش يعني شي حاجه اخرى يديروها، هاد الطريقه كتجي احسن، وحتى في المنظر راه تيجي رائع ومزيان بالنسبه حتى نحطوهم في المناسبات ديالنا بهذا الشكل. نتمنى يعجبكم.